السلام عليكم، اهلا بيكم. في الفيديو ده جاي اكلمكم عن حاجة يكاد يكون كلنا تعرضنا ليها او حصلت معانا كلنا. الحاجة دي هي نزيف اللثة. اظن كلنا تعرضنا للموضوع ده او كلنا بنتعرض ليه. علشان كده تعالوا نبسطه ونتكلم عنه في 3 محاور. المحور الاول هو اسباب نزيف اللثة. المحور الثاني هو تعليمات بنديها للمريض نزيف اللثة عليه ان هو يتبعها. اما المحور الثالث فهو العلاج. بالنسبة لأسباب نزيف اللثة ففي أسباب كتير، منها التهابات اللثة. التهابات اللثة لها عامل كبير جدا في عملية النزيف، علشان كده لازم نتابع الموضوع ده باستمرار. وكمان عندنا نقص الصفائح الدموية أو نقص فيتامين كي أو فيتامين سي، كل الحاجات دي بتؤدي إلى عملية نزيف اللثة. وكمان استخدام فرشة الأسنان أو خيط الأسنان بطريقة خاطئة ده بيؤدي إلى نزيف اللثة. وكمان استخدام أطقم الأسنان الغير سليمة أو اللي فيها مشاكل دي ممكن تعمل نزيف لثة بالنسبة للمريض. وكمان من ضمن أسباب نزيف اللثة إن في استخدام لمميعات الدم بطريقة خاطئة أو بعدم تعليمات الطبيب أو إرشاداته. وكمان بعض الأمراض زي سرطان الدم، كل الحاجات دي بتؤدي لنزيف اللثة. أما بالنسبة للمحور الثاني هو التعليمات الأساسية اللي لازم يتبعها المريض. أول حاجة، لو حضرتك مدخن معلش حضرتك لازم تقلع عن التدخين أو على الأقل تقلل منه لحد ما تصل لدرجة الإقلاع عنه. وطبعا بغض النظر عن تأثير التدخين على الفم، ولكن ليه تأثير على كل أعضاء الجسم، ونظرا لأهمية الموضوع ده وخطورته لازم هنتكلم عنه في فيديو خاص بيه. وطبعا زي ما قلنا برضو من ضمن التعليمات ان حضرتك تستخدم فرشة الاسنان وخيط الاسنان بطريقة لطيفة مع اللثة علشان ما يؤديش ده الى النزيف. وكمان بالنسبة لموضوع المميعات حضرتك استخدمها بإرشاد طبيب او بتعليماته، وبلاش تستخدمها كتير وبطريقة خطأ لان ده بيكون له تأثير سلبي فيما بعد. وطبعا زي ما قلنا ان الجسم ممكن يكون ناقص عناصر او ناقص فيتامينات، علشان كده لازم نظام التغذية يكون كافي للجسم. علشان كده ينصح ان احنا نتناول فواكه كتير وكمان خضروات علشان نعوض الجسم باي فيتامينات ناقصاه او اي عناصر ناقصة. اما المحور الثالث فهو العلاج. احيانا بيكون سبب النزيف ده هو ترسبات جيرية موجودة على الاسنان، علشان كده حضرتك لازم تروح لأقرب طبيب اسنان ليك علشان تعمل عملية ازالة للجير ده. عملية الإزالة الجير ده هتقلل كتير جدا من عملية نزيف الأسنان، وكمان هتدي حضرتك إحساس بالانتعاش وكمان راحة صحية وراحة نفسية. وكمان من ضمن العلاج إن احنا ممكن نلجأ للأدوية اللي فيها فيتامين سي أو فيتامين كي علشان نعوض الجسم بالعناصر اللي ناقصة فيه أو الفيتامينات الناقصة فيه. وطبعا زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت إن هدفنا من الكلام ده كله هو إن احنا ننشر وعي، علشان كده اتكلمنا عن نزيف اللثة في نقط مختصرة جدا بحيث نبسط لحضرتك الموضوع، وعلشان كمان نوضح الأسباب علشان تتجنبها، والتعليمات علشان حضرتك تتبعها، والعلاج إن حضرتك تزور أقرب طبيب أسنان ليك وهو يحدد خطة العلاج المناسبة لحضرتك. وطبعا ألف سلام عليك، وما تنساش لايك وسبسكرايب، ودمتم بخير.